عمرك حسيت ان ممكن يكون عندك او عند حد من قرايبك سكر، بس ما تعرفش ايه هي الاعراض بتاعته عشان تتأكد هل عندك ولا لأ؟ طيب عمرك سألت نفسك ايه هو سبب السكر؟ يعني ايه اللي ممكن يخلي واحد يجيله سكر وواحد تاني ما يجيلوش؟ بص اسمع معايا القصة دي وبعدها هنعرف ايه هي اسباب السكر وايه هي الاعراض بتاعته. بيقولك مرة واحد كان قاعد مع صاحبه اللي في كلية الطب، فصاحبه ده بيقول له: انت يا صاحبي ما شاء الله جسمك رياضي، هو انت بتروح جيم ولا حاجة؟ لا يا عم، جيم ايه؟ صلي على النبي في قلبك يا عم، احنا بتوع الكلام ده. بص يا عم، والله هو كل اللي انا بعمله ان انا بشرب ميه كتير، وده حاجة صحية زي ما انت فاهم، وده بيخليني ان انا ادخل الحمام كتير وانزل بقى املاح، ماشي؟ وبرضه انا باكل كتير قوي، بس الحمد لله يعني ما بيبانش عليا. ألف مبروك يا صاحبي، طلعت مسكر. طيب ما تيجي معايا عشان نعرف ايه هي اسباب السكر وايه هي الاعراض بتاعته. اسباب السكر: رقم واحد، عوامل وراثية. يعني لو في حد في العيلة عنده سكر او في حد في العيلة مات بالسكر، فانت عرضة اكتر من اي حد تاني ان يجيلك سكر. رقم اتنين، نمط الحياة، يعني التخن الزيادة، قلة الحركة، الاكل اللي مش صحي كده يعني. رقم تلاتة، في خلل في جهازك المناعي، فممكن تطلع اجسام مضادة تضرب البنكرياس بتاعك وتخليه يا اما ما يطلعش انسولين خالص يا اما يطلعه بكميات قليلة، وده هيخلي نسبة السكر في جسمك عالية تضرب في السماء. رقم أربعة، التقدم في العمر، يعني السكر النوع التاني اللي احنا عارفين ان هو بيجي للناس الكبار في السن. رقم خمسة، سكر الحمل. الحمل بيكون فيه تغير في بعض الهرمونات ممكن تخلي ان مقاومة الانسولين في جسمك تزيد. دلوقتي كده احنا عرفنا كل الاسباب اللي ممكن تخلي واحد يجيله سكر وواحد تاني ما يجيلوش. تعالى بقى نعرف ايه هي اعراض السكر، يعني لو واحد عنده سكر ايه هي الاعراض اللي بتظهر عليه. المريض بيكون دايما حاسس انه عطشان، فبالتالي بيشرب ميه كتير، فبالتالي بيدخل الحمام كتير وبيتبول كتير. المريض بيكون دايما حاسس انه جعان، فبالتالي هو بياكل كتير وده ممكن يخليه يتخن اكتر. بص هو بصراحة في نقطة مهمة كده عن الاكل الكتير دي انا عاوز اقولها لك في الاخر، بس اهم حاجة افتكر تفكرني. المريض بيحس بتنميل وشكشكة في الاطراف، يعني الايدين والرجلين. ممكن المريض ده يكون حاسس بتعب وارهاق مستمرين معاه على طول. ممكن يحصل للمريض ده بعض المضاعفات في العين، زي اعتلال شبكية العين، تشويش او ضبابية العين، يعني هو ممكن يشوف الصورة كده مشوشة قدامه. ممكن يحصل برضو مية بيضة على العين. وبكده احنا عرفنا ايه هي الاعراض اللي ممكن تكون عند واحد مريض بالسكر. قلت لك ان انا هقول لك معلومة في الاخر عن الاكل الكتير. ايه علاقة السكر بالوزن؟ يعني ليه واحد عنده سكر بياكل كتير وبيخس، وواحد تاني عنده سكر بياكل كتير بس بيتخن؟ هو في السكر النوع الاول اللي هو بيحصل للاطفال لحد سن مثلا 17 18 19 20، المهم يعني ان هو بيحصل ايه للاطفال والشباب، والناس دي بتتحرك كتير، فالحركة دي بتخليهم محتاجين طاقة على طول، فالجسم عاوز يجيب الطاقة دي مش عارف يجيبها منين. ليه؟ ما في عنده سكر، السكر كمان عالي. هو السكر عالي بس الجسم مش عارف يستخدمه لان الانسولين بتاعه قليل. طيب الجسم بقى يعمل ايه؟ الجسم بيروح يكسر دهون وعضلات عشان يطلع منها الطاقة اللي هو محتاجها دي، فبالتالي الشخص ده بيخس. سكر النوع التاني ده اللي احنا عارفين ان هو بيحصل للناس التخينة او الناس الكبار في السن. بص هو خاصة بقى مع مقاومة الانسولين، طبعا الانسولين في جسمك بيبقى عالي خالص والسكر طبعا عالي برضو، بس جسمك مش عارف يستفاد من السكر ده. ففي بعض الابحاث بتقول ان لو الانسولين عالي في جسمك، لو الانسولين عالي قوي في جسمك، فالانسولين ده بيضطر ان هو يروح يحول السكر الموجود في جسمك ده لدهون، فبالتالي الشخص ده بيتخن. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك وفولو، وبرضه تشير الفيديو ده لأي حد لأن شيرك هيفيد غيرك. والسلام.